السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهارده هنتكلم عن قصة واقعية كلنا سمعنا بيها وكلنا بنشوفها كل يوم في بيت العيلة، بيت العيلة اللي ما بيخلاش من الوش، بيت العيلة اللي بيعمل مشاكل كل شوية. دلوقتي أختنا بتتكلم وبتقول إن هي قاعدة في بيت عيلة وأخت جوزها ساكنة قريب منهم، فبتعدي على البيت، يعني بتروح لمامتها، بتعدي رايحة تجيب حاجة، فبتقول كلام مش قد كده، يعني في لفظ بيتقال في الحالات ديت بس أنا استحى أقوله يعني. بتقول في الراحة والجاية تقول كلام. الغريبة إن هي بتتكلم على جوزها، أختنا دي تقول إن جوزها عارف وسامع وشايف، وما بيتكلمش، ما بيعملش أي ردة فعل، ما بيقولهاش عيب، ما بيقولهاش ما يصحش. لدرجة إن هي مثلا لو أخته ديت ضربت بنته أو ابنه بدون سبب عشان تعمل مشاكل مع مراته، فبرضه يعني عادي مش فارق معاه. بصي يا بنت الناس، أنا هقولك على حاجة. أنت قدامك حل من الاتنين. الحل الأولاني إنك تتجاهليها خالص، ولا كأنك سامعة ولا كأنك شايفة ولا كأنك تعرفيها أصلا لو عدت، ولأن هي كده كده مش هتسكت ومش هتخلص ومش هتبطل اللي بتعمله. أما موضوع ضربها أو شتيمتها في ولادك، فخلاص أخوها هيتكلم، مش هيتكلم عاجبه على كده لحد ما العيال هيكرهوها أصلا. فالحكاية يعني مش هقولك سهلة ولا بسيطة، الحكاية فعلا متعبة ونفسيا مزهقة. الحل التاني ان انت واحدة واحدة تصبري لحد ما ربنا ييسر لك الامور وتشوفي شقة بره وتشوفي دنيا تانية. قصة ان جوزك عادي معاها وبيتكلم معاها وبيهزر معاها وبيحكي معاها، فمعلش، هي اخته، وهو بالنسبة لعياله يعني اخته اغلى، مش اغلى اللي هي اغلى من عياله، يعني ما بيعرفش يجي على اخواته. يعني هو دلوقتي ممكن تحسبيه في اللحظة اللي انت بتقولي عليها ان هو مش همه ومش فارق معاه اللي هي بتقوله ولا اللي بيعمله، ممكن ما تحسيش بيه انت. بين نارين والله، بين نارين. يراضي اخته ولا يراضي امه ولا يراضيك انت ولا يراضي عياله، مش عارف يعمل ايه، يجي على اخواته ويكرههم ويبقى فيه دوشة بينهم، ولا يجي عليك انت ويخسرك، مش عارف. هتلاقي بس ما تقنعنيش ان هو بيضحك وبيهزر، اللي هو بيضحك عليك انت لا، هو بيتكلم عادي، يعني هيعمل ايه؟ ما فيش حاجة في ايديه والله يعملها. الحل الوحيد اللي في ايديه وانا بلومه عليه، ولو عرفت اتواصل معاه واكلمه فيه، ان هو يسيب البيت ويشوف مكان تاني. اكيد الحياة تبقى اهدى. اسأله مجرب يعني، اسأل الناس اللي جربت كلها موضوع بيت العيلة. ما الحل الوحيد ان هي يشوف شقة بره، يشوف مكان تاني غير المكان ده. صدقوني هتعيشوا مرتاحين والله. طالما انتوا مش مرتاحين في بيت العيلة، يبقى لازم تشوفوا مكان تاني. معلش استحملي، وانت طالما بتصبري وطالما مش ناوية على غدر ولا ناوية على حاجة وحشة، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بمكان افضل وحياة افضل. انت اصبري وقولي يا رب. هو لو كويس معاكي احمدي ربنا، لو مثلا بيقول لك كلمة طيبة أو كلمة كويسة احمدي ربنا. معلش اصبري، الموضوع دوت مش عندك انت بس، الموضوع ده بيتكرر كل يوم وكل الناس وكل بيت العيلة. معلش، في حاجات كده ممكن نستحملها طالما الموضوع بيتطور على كلام بيتقال، أو محدش بيجي يميتك ومحدش بيكلمك. معلش، خلاص هتبقى بسيطة لحد هي ما تزهق، وهتزهق صدقيني، عندها بيت وعندها عيال وعندها، وهتلاقي ما فيكيش فايدة من المشاكل وما فيكيش فايدة من الوش، فمش هتعمل معاكي حاجة. اصبري وإن شاء الله خير. اصبري وإن شاء الله الدنيا هتظبط وهتبقى تمام. انت بس اعملي اللي عليك واصبري وقولي يا رب، وشوفي بيتك وشوفي عيالك، وحاولي كده مع جوزك واحدة واحدة. حاولي معاه تكلمي وتفهمي ان انت كده النفسية بتتعب ويوم بعد يوم الموضوع بيزيد، فلازم هو يعني يحط في باله الكلام دوت. لازم يبقى عارف ان في حاجة بتحصل واحدة واحدة، مش على طول، مش دوشة، مش الراجل ما بيحبش الزن، بالراحة كده وكل حاجة هتمشي. يعني مش قادر اقول لك غير اصبري، والتعليقات هتبين اللي بيحصل، اللي حصل معاهم، واللي عندهم معلومة ولا عندهم خبرة في الموضوع ولا عندهم علم،
كل الناس دي هتقول لنا برضه. آخر كلامي لك معلش اصبري، وإن شاء الله ربنا يكتب لك خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.